كل واحد فينا أكيد مرة فتح شات جي بي تي أو أي ذكاء اصطناعي كده من باب الفضول وسأله سؤال ما كانش يتوقعه، لكن المفاجأة إنك تلاقيه بيرد عليك رد يخليك تتنى وتقول إزاي ده؟ هو دماغه فين؟ وهو إزاي بيعرف كل حاجة كده لوحده؟ تعالى بقى النهارده نفك الشفرة دي مع بعض ونعرف السر اللي بيخلي الذكاء الصناعي ده كأنه أستاذ ورئيس قسم في كل معلومة، وإزاي بيتعلم وكمان إزاي بيفتكر كل ده، وليه في أوقات كده تحس إنه تايه وبيجيب حاجات من الخيال. يلا بينا نغوص في بحر المعلومات ونطلع بالكنوز. بس خلينا الأول نعرف الذكاء الصناعي إزاي بيتعلم. بص يا سيدي، تخيل معايا كده إن الذكاء الصناعي ده بيبي لسه مولود وما بيعرفش أي حاجة في الدنيا. إحنا بقى دورنا إننا نعلمه كل حاجة، بس إزاي؟ تعال أقول لك. أول مرحلة وهي مرحلة القتل اللي ما بتخلص. أول وأهم خطوة إننا نغذيه بكميات خرافية من الكلام المكتوب. وكلمة خرافية دي مش مجرد كلمة، دي حقيقة، لأن كل كلمة مكتوبة على ويكيبيديا بجميع لغتها بتخش معدته، من أول قصص الأطفال لحد المقالات العلمية المعقدة، وكمان مواقع الإنترنت اللي ليها لازمة طبعًا، مش أي هجص وخلاص. وضيف كمان إنه بيتغذى على أرشيف الجرايد والمجلات من كل حتة في الدنيا، حتى المنتديات والنقاشات اللي أنت بتشوفها على النت بيعدي عليها وبيستوعبها. تخيل معايا كده إن لو حد فينا فضل يقرا 24 ساعة في اليوم هيكون محتاج آلاف السنين علشان يخلص اللي الذكاء الصناعي ده بيبلعه في أيام معدودة بس. بس ده مش بيكون مجرد حفظ وخلاص. الموضوع مش إنه بيحفظ الكلام زي ما إحنا كنا بنحفظ النشيد الوطني في المدرسة. الموضوع هنا بيختلف، لأنه بيعدي مرحلة الحفظ وبيوصل للفهم. بيفهم العلاقات بين الكلمات، يعني بيبدأ يربط إن كلمة قطة دايما بتيجي جنب كلمة موال، يعني بيفهم الكونتكست بتاع الكلام. لحد هنا تمام. تعال بقى خلينا نعرف إزاي بيفتكر المعلومات دي كلها. طب دلوقتي بعد ما بلع كل ده، يا ترى بيحط المعلومات دي كلها في ملف كده على جنب؟ أكيد لأ طبعًا، لأنه مش زي دماغنا خالص. إحنا كبشر عندنا ذاكرة قصيرة وذاكرة طويلة متقسمة في دماغنا، لكن الذكاء الصناعي ده حاجة تانية خالص. هو عنده حاجة اسمها أوزان، تخيلها كأنها شبكة عنكبوت عملاقة فيها ملايين الملايين من النقط المتوصلة ببعض، كل نقطة من دول فيها رقم صغير كده ما بيتغيرش، ولما الأرقام كلها تتجمع مع بعض بطريقة معقدة تطلع لك المعلومة اللي أنت عاوزها. تعال ناخد مثال بسيط يوضح الفكرة. مثلا لما تيجي تسأله مين أول رئيس لمصر، هو مش بيروح يدور في ملف مكتوب فيه محمد نجيب، الموضوع مش كده خالص. إنما هو بيعمل عمليات حسابية معقدة جدا على الأوزان دي كلها، والنتيجة النهائية للحسابات دي بتطلع محمد نجيب. أكيد حسيت إنها غريبة وكأنك بتحل معادلة رياضية معقدة علشان تفتكر اسم صاحبك، بس تعال نعرف ليه الطريقة دي عبقرية. أول حاجة لأن المعلومة مش محطوطة كلها في مكان واحد ممكن يتضرب أو يتمسح، لكن المعلومة بتبقى متوزعة على ملايين الأوزان دي، فلو حتى جزء صغير من الشبكة دي باظ هتلاقي إن باقي المعلومة لسه موجودة وما اتأثرتش، وده اللي بيخليه قوي وذكي في نفس الوقت. ودلوقتي بعد ما عرفنا بيتعلم إزاي وبيفتكر إزاي، تعال نشوف بيعمل إيه لما حضرتك تكتب له سؤال خطوة بخطوة بمنتهى البساطة. أول حاجة بيقسم كلامك، أي جملة بتكتبها بيقطعها حتت صغيرة، كل كلمة أو حتى حرف بيتحول لرقم بيسموه توكن. وده بيفهم السياق، مش بيبص للكلمات كل كلمة لوحدها، لكن بيبص على العلاقات بين الكلمات دي وبعضها. يعني هو بيفهم قصدك إيه من الجملة كلها على بعضها. بيفضل يدور في ذاكرته العنكبوتية، وبعد ما فهم سؤالك بيبدأ يعمل الحسابات المعقدة على الأوزان بتاعته. خلينا نعرف إزاي بيتوقع الكلمة الجاية. تخيل إنه بيلعب معاك لعبة كمل الجملة بس بذكاء خارق قوي. بيحسب احتمالات لكل كلمة ممكن تيجي بعد سؤالك وبيختار الكلمة اللي احتمالاتها أكبر. تعال نشوف مثال حي. لما تقول له عاصمة مصر هي، هو بيحسب إن الكلمة المفروض اللي تيجي بعدها هي القاهرة بنسبة 95% مثلا، والإسكندرية بنسبة 3% وهكذا. بس مش دي كل الحكاية، علشان الإجابة ما تبقاش مملة أو روتينية أحيانا بيختار كلمة مش هي الأعلى في الاحتمال بس قريبة منها، علشان يحسسك إن اللي بيرد عليك ده بني آدم مش روبوت. وعلشان كده ممكن تسأله نفس السؤال مرتين تلاقيه بيرد عليك بطريقتين مختلفين. بعد كل العبقرية اللي حكيناها دي، أكيد عاوز تعرف ليه الذكاء الصناعي أحيانا بتلاقيه بيقول حاجات هبلة أو غريبة جدا. أول سبب وهو معلومات غلط في التدريب. تخيل معايا كده لو المدرس بتاعك في المدرسة شرح لك معلومات غلط، بالتأكيد أنت كمان هتتعلمها غلط. نفس الكلام هنا، لو اتدرب على مصادر فيها معلومات مش دقيقة هيتعلمها ويطلعها لك زي ما هي. وتاني سبب، لو المعلومات قديمة ممكن يكون اتدرب على معلومات من كذا سنة ومحدش حدث له الداتابيس بتاعته. يعني لو سألته عن حاجات حصلت من شهر ممكن ما يكونش يعرفها، وهو للأسف مش بيعرف يقول ما اعرفش، ودي بقى مشكلة كبيرة جدا. بدل ما يقول لك أنا آسف المعلومة دي مش عندي، بيروح يألف إجابة علشان يفضل ذكي في نظرك. تالت حاجة إنه بيفهم السؤال غلط، أحيانا بيسأل سؤال بيبقى مش واضح أوي أو بيفهمه بطريقة مختلفة خالص وساعتها الإجابة هتطلع غلط. يعني مرة واحد سأل ذكاء اصطناعي العنكبوت عنده كام رجل، رد عليه وقال له 6. طبعا الصح المفروض إن الإجابة تكون 8، بس يا ترى ليه حصل كده؟ السبب إن هو بيتدرب لخبط بين العنكبوت والحشرات. انما الذكاء الصناعي ده بيتطور بسرعه الصاروخ، كل يوم بيبقى اذكى وادق وافهم من الاول. وما تنساش كمان ان الذكاء الصناعي مش بس بيفهم الكلام المكتوب، ده كمان بيقدر يشوف الصور والفيديوهات ويحللها، يقدر يسمع صوتك ويفهم مشاعرك من نبره صوتك. بيتعلم من غلطاته في نفس اللحظه، مش محتاج حد يعلمه من اول وجديد. المهم تعالى خلينا ناخد شويه نصايح مهمه علشان نستفيد منه صح. اول حاجه اساله اسئله واضحه ومحدده، وكمان اكون مصادر للمعلومات اللي انت محتاجها، وما تاخدش كل حاجه بيقولها كانها حقيقه مطلقه. وكمان استخدمه كمساعد مش كبديل لتفكيرك وعقلك. في النهايه يا جماعه، الذكاء الصناعي ده اختراع عبقري بجد، وغير حاجات كتير حوالينا ولسه هيغير اكتر. بس في الاخر افتكر دايما ان هو مجرد اداه. الذكاء الحقيقي والتفكير الصح والوعي ده كله لسه في دماغك انت. فاستخدمه صح واساله اسئله كتير وجرب معاه كل حاجه، بس اهم حاجه انك تفكر بعقلك انت. وبعد ما عرفنا المعلومات دي، انا عاوز اعرف ايه رايك. جربت تسال الذكاء الصناعي حاجات غريبه قبل كده؟ وايه اغرب اجابه سمعتها منه؟ قول لنا في الكومنتات تحت. وما تبخلش علينا باللايك واشترك في القناه علشان المحتوى العلمي ده يوصل لاكبر عدد من الناس ويستفيدوا بيه.
نشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامة.